مرحبا بكم. أنا اليوم غادي نخصص هذه الافتتاحية للسيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المثير للجدل، اللي فوقاش ما حل فمو باش يخرج شي هضرة إلا وكيخلق واحد المشكل، واحد الاحتقان كبير داخل المجتمع. قبل ما نبدي هذه الافتتاحية يمكن غير واحد المقدمة بسيطة باش نوضح واحد مجموعة ديال الأمور. أولها أنه هذا السيد أنا هذه تقريبا عام ما هضرت عليه. علاش كنقول هذا الشيء؟ غير باش ما يجيش غدا يقول لك راه السي تيجيني دارني في القناه ديالو وحتى انا درته في القناه ديالي. ثانيا انا غادي نتكلم على هذا السيد بصفته وزيرا للعدل، كمسؤول سياسي في علاقته مع المؤسسه الملكيه، مع الحكومه ومع المجتمع. ثالثا انا غادي ننطلق من التصريحات ديالو اللي قالها في وسائل الاعلام مؤخرا، باش عاود غدا ما يجيش يقول لك هذاك الافتتاحيه ديال السي تيجيني فيها وقائع غير صحيحه. الوقائع صحيحه السي عبد اللطيف وهبي وغادي نذكر بها. وبعد ذلك غادي نعلق، لانه بصفتي كصحفي مهني وكاعلامي من حقي نعلق على التصريحات ديالك وعلى الممارسات ديالك السياسيه. غادي نهضر لا في العائله ديالك، لا في الشخص ديالك، لا نسألك، لا حتى شي حاجه. غادي نمارس المهنه ديالي، التعليق على الخبر. وكما قال الراحل محمد الخامس وهو يدشن مقر وكالة المغرب العربي للأنباء بعد الاستقلال، قال لهم الراحل: الخبر مقدس والتعليق حر. راه كاين دابا عاد في لونتيت ديال لاماب، الخبر مقدس والتعليق حر. السي عبد اللطيف وهبي اولا حتى هادي يقول لي شغلو هذاك دبر راسو. فانا ساعلق وما نكذبش عليكم باش نكون صريح معكم. انا كالعاده خصصت افتتاحيات وانتقادات وتنبيهات لمجموعه من المسؤولين الكبار جدا واللي كنحترمهم، فيهم رؤساء حكومه، فيهم وزراء، فيهم يعني مجموعه ديال المسؤولين. وهذا الشخص حتى هو تبعت شويه المسيره ديالو السياسيه قبل ما نهضر عليه، وما كنتش اصلا باغي نهضر عليه لانه شفتو يعني فين ما حط يدو خلق مشاكل مع الموظفين ديال الوزاره ديالو، مع كتاب الضبط، مع المحامون، مع الطلبه اللي كانوا يدوزوا امتحانات ديال المحاماه. المهم فين ما حط يدو خلق مشكل كبير داخل المجتمع، سجال. ورغم ذلك انا كنت كنجاوب كنقول هذا يمكن طريقته باش يفرض راسه. كاين اللي عنده الكفاءه، كاين اللي عنده المسؤوليه، كاين اللي عنده الكاريزما. هذا هو طريقته، كيقلب على التصادم. وفي بعض الاحيان الكثيره كيدير ما اسميه انا التهريج السياسي، كيجي يبقى يعاود نكات بايخه بالنسبه ليا. المهم كاين شي ناس كيضحكوا، المهم كيضحك، كيهرج، عرفناه كرجل يعني رجل التناقضات، يقول الشيء ويفعل نقيضه. ما غاديش نرجعوا للماضي وشنو قال على اخنوش. قال لك انا ما عمره غادي ندخل الحكومه ديالو، انا رئيس حزب ورئيس حزب، ما يمكنش رئيس حزب يكون تحت رئيس حزب اخر. ما عمرني نكون في وزير عند حكومه عز اخنوش. نهار اللي دارت الحكومه غير عيط له عز اخنوش باش يجري ولا وزير. واشياء اخرى ما غاديش، لا يسعنا الوقت ان نذكرها. رجل التناقضات، رجل ذو الوجهين. اليوم يقول هضره، غدا يجي يعاود بوجه اخر ويدير هضره اخرى ولا يدير فعل اخر. فانا كنت ما غاديش نعلق عليه. ولكن مؤخرا التصريحات ديالو الاخيره واللي علق فيها على صلاحيات خاصه بجلاله الملك، قلت الان وصل السيل الزبا، زاد الامر عن حده. هذا الشيء بالنسبه لي اللي قالوا وهبي
على اختصاصات الملك غير مقبول، خاصة وأن التصريحات ديالو مرة أخرى خلقت جدل، مرة أخرى خلقت الإثارة. وتابعته حتى في يعني في وسائل التواصل الاجتماعي، في فيسبوك، في التيك توك، أصبحت مسألة تثير السخرية، وهي للأسف تصريحات تخص جلالة الملك. ولات هذيك التصريحات الناس كيضحكوا عليها في التيك توك، في اليوتيوب، في الفيسبوك، وهذا الشيء بالنسبة لي غير مقبول. مؤخرا السي عبد اللطيف وهبي علق على العفو الملكي اللي يصدر جلالة الملك في حق مجموعة من المواطنين المغاربة. استضافته القناة الأولى في واحد البرنامج وقال واحد المصطلح اللي ما عجبنيش بزاف، وهو يجيب المذيعة قال على العفو، قال جلالة الملك يصدر العفو شغلو هذاك. طريقة باش قالها، لغة الجسد، الإشارة، الكلمة في حد ذاتها أثارتني، ولكن رغم ذلك قلت يمكن هذه زلة لسان، الخطأ كيوقع. باش نبين لكم مرة أخرى كون كانت فيا سوء النية، كون مباشرة بعد هذاك البرنامج نخرج وندير انا افتتاحية ونتبرد عليه ونقول لهم ماشي مزيان هذا الشيء إلى آخره، ولكن قلت الإنسان خطأ، ويمكن هذا حوار والهضرة دارت ويمكن خانوا التعبير. وإذ به مؤخرا كيدوز برنامج إذاعي، غرفة الفار مع الزميل الرمضاني والمحاورين اللي معاه، وعاود سولوا على العفو، كيهضر على العفو وكيعلق على العفو، كيقول لهم ايوا المهم الملك دار العفو يدبر راسو. قلت الآن الأمر ليس زلة لسان. فعندي يعني الإشكاليات اللي غادي نناقشها معكم مرتبطة بهذا القاموس اللي استعملوه السي عبد اللطيف وهبي. أولا من ناحية المضمون، ليس من حق وزير العدل أنه يعلق، لا سواء بالرفض والقبول ولا بالإيجاب ولا بالسلب، على قرارات الملك، ما من حقوش. خطاب الملك لا يناقش في انحراك قرارات الملك. حتى من الملك يدير خطاب في مجموعه من الاجراءات، كيجيو الصحفيين عند السياسيين ولا المسؤولين كيسولوا عن الخطاب، وشنو كيقولوا هذوك الناس اللي مسؤول، اللي بعقله، اللي مسؤول، اللي كيفكر، كيقول لهم كنشكروا جلاله الملك على هذا الخطاب وكنثمنوه وكنحيوه وحنا منخرطين الى اخره. ما كيقولوا لا مزيان ولا قبيح، لا شغلو هذاك ولا يدبر راسو. هذه من ناحيه المبدا ما عندكش الحق تهضر على صلاحيات الملك او لا تعلق على العفو. العفو كيتعلق بالدعوه العموميه، هذه ديال الدوله. الملك متخصص في هذا، عطالو الدستور هذا الحق يعفو على من يشاء، هذه سلطه تقديريه ديالو. انك تجي تقول شغلو هذاك، ما معنى شغلو هذاك؟ ما معنى يدبر راسو؟ اصلا المصطلح فيه تقليل من الاحترام والوقار الواجب للملك. ضرب صارخ للفصل 46 من الدستور، ماذا يقول هذا الفصل؟ شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب الاحترام، واجب التوقير والاحترام. انا كنعتبر التصريحات ديالك، القاموس المستعمل فيه تقليل من الاحترام والتوقير للملك. شغلو هذاك دبر راسو. يعني الطريقه باش هضرت بها الى مثلا تشوفوا، يعني لا سواء في الاولى او في القناه الاولى ولا سواء في برنامج الفار، غتشوفوها يعني ماشي غير القول، يعني حتى لغه الاشاره، لغه الجسد المستعمله كومبيني مع الالفاظ اللي خرجها الوزير، كتبين بانه هو غير راضي على هذاك العفو، ما مقتنعش. انه في سياق الحديث كيقول لك بانه هذوك الناس واخا خداو العفو راه ما احترموش نفوسهم، باقي زايدين فيها. هذه من ناحيه، يعني واش الملك ما يعني اخطا، دار العفو على شي ناس اللي ما كيحترموش العفو، ما راضيش على العفو. طريق المساله الثانيه انه ملي كيقول لك شغلو هذاك يدبر راسو، هنا كيهضر على الملك، ترى فيها قله الحياء.
وشنو خليتي للانسان العادي ما يقول؟ شنو خليتي للانسان العادي ما يقول؟ غدا دابا الملك يدير خطاب نقولوا له شغلوا هذاك، يعني من يجي الصحافه عند المسؤولين بعد الخطاب، من قبل كانوا نثمنوا الخطاب، دابا نقدروا نقولوا شغلوا هذاك، لان انت وزير عدل، انت مسؤول داخل الحكومه، كتكلم بهذه الطريقه اللي فيها قله الحياء. بالنسبه لي قله الحياء. حنا راه غير الاب ديالك تهضر معاه بهذه الطريقه ويسمعوك الناس كيقولوا هذا مسخوط الوالدين. يجي شي واحد يقول لك راه باك قال لك، يقول لك واحد دبر راسو شغلوا هذاك، يقول لك انت مسخوط الوالدين، ما تحترمش باك، مش حشومه عليك. هكا يهضروا الناس على باهم. فما ادراك بجلاله الملك امير المؤمنين كتهضر معاه بهذه الطريقه. هذه ما بقاتش زلة اللسان، هذه طريقه للكلام عن صلاحيه الملك اللي غادي تخلي الناس يمكن انهم حتى يدصروا كما هاد الدصاره هذه. وشنو خليت الانسان العادي؟ طيب كتعلق على قرارات الملك بانه شغلوا هذاك يدبر راسو، ومن بعد عندكم يعني في سياق الحديث رانا هذوك الناس واخا داو العفو، عندكم شي وحدين كيقولوا راه حسنه، راه ماشي حسنه، راه هذاك غير عفو كذا، بمعنى عندكم واخا ديتوا العفو راه كاين وهبي، عندكم تغلطوا. يعني دابا ما تقدوش الكتاف، يعني تجاوزوا الكتاف، يعني راك واخا ديت العفو انا راه والله ما نتفك معك، عندك تغلط، عندك تسحب لك راه حسنه، انا راني يعني انت راه كاين. الملك اصدر العفو، اغلق النقاش، انتهى الكلام. من بعد هذوك الناس ولا شي واحد صرف حقه العفو ودار شي حاجه اخرى، هذاك يولي نقاش اخر. من حقك خويا روح للقضاء، ما تمشيش للقضاء، شغلك. علاش باقي تيرها الان؟ علاش كتلصق العفو مع اللي غادي يمكن ديرو انت من بعد؟ علاش؟ نورمالمون جوج ديال الحوايج منفصلين. كاين قرار العفو سديناه دوزو حاجه اخرى. تا نورمالمون سولاتك المذيعه ولا سولك الصحفي والمحاورين ديالو ما رايك في العفو كذا، نقول لهم هذاك اختصاص الملك، هذا قرار ديال الملك، انا كنحترمه وما عنديش شي حاجه نقول في هذا الشيء. نقطه. علاش ضروري تزيد من عندك؟ شغلوا هذاك. وكاين شي وحدين كيقولوا بان راه حسنه، راه ماشي حسنه، راه زيد بمعنى بينما يعني هي حتى يعني وكانك تبخس مساله العفو. عندكم صحاب لكم العفو راه شي هكا كنفهموها، عندكم صحاب لكم العفو راه شي حاجه، راه يعني هذا تبخيس صلاحيه من صلاحيات الملك الكبرى اللي هو مساله العفو، مساله انسانيه بامتياز. وهذيك يعني بعض المرات كتسمع وهبي كيقول لك انا وزير، الا سمعتو غير في الغرفه ديال الفار ولا حتى في البرنامج الاول مع السيده نقطه الى الصفر، انا وزير انا وزير انا وزير انا وزير، انا كيقولوا عليا انا وزير، انا عندي الكرامه ديالي انا وزير. بحال اللي زعما الملك ما عندوش حتى هو كرامه من تهضر عليه بهذه الطريقه. مؤلم جدا. ما معناته شغلوا هذاك يدبر راسو؟ عندكم صحاب لكم راه زعما غادي يحميكم العفو، هكا كنفهموها. عندكم صحاب لكم راه غادي العفو زعما راه قضيتوها، راه والله حتى هذيك راه والله حتى حنا انك كتخاطب المجتمع المغربي كما كتعرف السي وهبي، حنا يعني في الاحياء ولا في الشارع ولا في العلاقات ديالنا، ملي كاين شي واحد يقول لك مثلا غير في الاداره ولا في المدرسه ولا شي واحد عنده مشكل مع شي موظف، يقول له غادي مثلا نمشي نشوف المدير، والمدير مثلا يتخذ شي قرار، ويجي عنده هذاك الموظف الاخر يقول له عندك تسحب لك حيت المدير راه استقبلك وسمع لك ولا نقلك من هذا القسم لقسم اخر، عندك تسحب لك. يعني احنا راه والله ما نتفك معك. انت تخاطب المجتمع المغربي السي وهبي، خصك تكون مستحضرها. اذا هذا الكلام اللي كتقوله يؤثر في المخيله ديال المجتمع المغربي، وكتفتح واحد الباب. الا انت راك قصدها، الا انت ما قصدهاش راه يعني مشكله، والا قصدها راه مشكله اعظم. اسيدي انا نعتبر من حيث لا تدري،
لانه انا شخصيا اعتبرك وزير غير كفء. فانا كان يعني نزهك من القصد، كنعتبرك درتها عن غير قصد، هذا الشيء اللي عطى الله. فانت كتفتح واحد الباب ديال يعني ديال التبخيس. انا وشنو خليت الناس اللي في القهاوي يقولوا ديجا حنايا الناس اللي على برا اللي كيضلوا يسبوا في البلاد وفي المسؤولين ديالهم، تا هما ما